السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. إخواتي وحبايبي، عندنا النهاردة بإذن الله بعض الموضوعات الهامة. إن شاء الله بإذن الله أولها النهاردة إن جمال عبد الحميد، سقط جمال عبد الحميد مع أمير هشام. بياخد رأيه في السب والقذف اللي عمله جمهور نادي الزمالك لأحمد السيد زيزو. فكان جوابه إن هو اللي بدأ وهو اللي كذب وهو اللي ما كذبش. كلام غير منطقي بالمرة، يعني خلاص، الموضوع راح لحاله خلاص يعني. ولاعب مش موجود معاك لا في المباراة ولا لاعب من قبل ما يجي الأهلي وهو كان في الزمالك. طول عمرنا نقول إن هو لاعب محترم وراجل مهذب قبل الكورة، قبل أي حاجة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أهم حاجة الإنسان يكون عنده أخلاق ويبقى في الاول وفي الاخر راس ماله الاخلاق والادب والاحترام. ده هو اللي باقي قبل الكوره قبل اي حاجه. والكوره يا جماعه احنا قلنا قبل كده ان الكوره اتعملت للمتعه وليست للمشاحنات وليست للتعصب. يعني الناس دي هي اللي بتكتر من التعصب، وهي اللي بتعمل تعصب في الكوره، وهي اللي بتثير المشاكل. ف بصراحة بندعو مجلس الأعلى للإعلام إن هو يعني يرحمنا شوية من الناس اللي زي دي، اللي بتثير التعصب وبتثير الجدال. والإنسان لازم يكون واضح وصريح مع نفسه في كل المواقف. مش معنى إن الموضوع أهلي أو زمالك يبقى الموقف متغير، لا، عمره هو ما هيقبله على أهل بيته ولا على أي حد على الإطلاق يعني. خاصة إن حتى يعني اللاعب ما بدرش منه أي سلوك مشين تجاه نادي الزمالك، وبيذكر الزمالك بكل خير وبيذكر جماهير نادي الزمالك بكل خير. وهو لاعب على خلق زي ما قلنا من أول ما كان في الزمالك، مش عشان هو من النهاردة في النادي الأهلي. هو طول عمره لاعب على خلق ولاعب مهذب، وقبل الكورة وقبل أي حاجة يعني. فدي المواقف اللي اتخذ على الإنسان، لازم الإنسان يكون صريح وواضح فيها مع نفسه قبل أي حد. فدي سقطة كانت من جمال، وهو ليس بجمال على الإطلاق يعني. تاني موضوع معانا إمام عاشور والتمديد. إمام عاشور خلاص العقود بتاعته اتعملت وكل حاجة، واقفة على إن شاء الله بإذن الله إن الأهلي دلوقتي يأجل كل شيء فيما بعد مباراة الدوري، في التوقف الدولي إن شاء الله بإذن الله كل حاجة جاهزة. والعقود بتاعته، العقد بتاعه معمول فئة أولى مع الفئة الأولى المميزة زي تريزيجيه والشناوي واللعيبة الكبار دي. هو كده كده أصلا. إمام عاشور أول ما جه النادي الأهلي هو موعود ان هو يكون من الفئة الاولى. فطبعا الفئة الاولى لما عليت فهو طبعا لازم يكون موجود، وبأدائه وبثبات مستواه وبالروح اللي هو عاملها. امام عاشور يستاهل بصراحة كل خير. فالاهلي عمل له ده من غير اي طلب، من غير اي حاجة. ومعمول له عقد اعلاني كبير، خلاف العقد اللي هو من النادي الاهلي. معمول له عقد اعلاني كبير زيه زي النجوم الكبار زي ما قلنا، ولكن العقد الاعلاني بقى مختلف، كل فئة عن التانية، كل واحد بقى وطلبه من الإعلام. فكل حاجة جاهزة إن شاء الله بإذن الله فيما بعد الجولات الأولانية من الدوري، عند توقف إن شاء الله بإذن التوقف الدولي بإذن الله. ابراهيم عادل والاهلي، في ناس كتير بتتكلم على ابراهيم عادل ان هو هيرجع في يناير والكلام ده كله. فاحنا يعني الناس دي ما تعرفش ان الجزيره الاماراتي هو اصلا كده كده نفس المجموعه بتاعت بيراميدز. فهم مطلعين وعارفين ان هو كده اصلا، يعني هم ضامنينه مليار في المية. فدي كلها يعني ده مدرجة تحت مجموعة واحدة. فطبعا استحالة هم يعملوا ده. ويعني عشان ابراهيم عادل لما جاله الموسم اللي فات عروض احتراف، علشان يقعدوا ابراهيم عادل ادوله 5 مليون دولار علشان يقعد يعني ابراهيم عادل ويكمل معاهم. ادوله 5 مليون دولار، خلاف الراتب اللي بياخده دلوقتي في الجزيرة الاماراتي. بياخد ابراهيم عادل 3 مليون ونص دولار. فده طبعا صعب ان هو يجي الاهلي دلوقتي خالص. ابراهيم يعني هو متمسك باللعب الاهلي، والاهلي كذلك الامر متمسك بابراهيم عادل، ولكن مش في الفتره دي دلوقتي خالص يعني. فيما بعد ممكن يحصل الموضوع ده، لكن في يناير او خلال الفتره الوجيزه القليله دي يعني الموضوع يبقى صعب جدا يعني. خسارة الإسماعيلي من بيراميدز امبارح كان ماتش جامد امبارح بين بيراميدز والإسماعيلي. هو مش ما كانش الأداء أحسن حاجة، ولكن كان في بعض الفرص امبارح. الإسماعيلي كان يقدر يسجل بالمرة اتنين وتلاتة في أول الماتش.
من اخطاء من في الدفاع بتاع نادي بيراميدز. محمد الشيبي امبارح مدي واحده لنادي الفرج، هو والشناوي، يعني هو والشناوي تباطأ فيها لما جه يشوط. استلم كورتك الاول او زقها وكده، يعني يا اما تاخد بيلين يا اما خلاص انت بقى منك للشناوي. استنى وتقل عليها لحد ما المدافع شالها من قدامه، فدي تباطئ فيها وضيع كام فرصة. الاسماعيلي امبارح على التقدم. وايضا برضو فيست مايلي بصراحة ضيع امبارح جون يعني. محمد الشيبي يا جماعة، انا عايز محمد هاني يقعد يتفرج على محمد الشيبي بيعمل ايه. بيعمل عرضيات كوستاليتا، يعني هي دي العرضيات وهو ده الباك. الباك اليمين يا جماعه راس ماله العرضيات، راس ماله عرضيات الف ب في الباك عرضيات. محمد هاني مفيش عرضيات اطلاقا. الماتش اللي فات مفيش عرضيه توحد ربنا. انا ما شفتش محمد هاني من سنين في النادي الاهلي بيعمل عرضيه، يعني مفيش ولا عرضيه اطلاقا. ما شفتلوش الا ربما الكوره بتاعته يعني بورتو، بصراحه يعني اوفر نموذجي. يعني اول مره في حياتي بقتش مصدق ان محمد هاني هو اللي عمل العرضيه دي بصراحه. فمحمد هاني لازم يشتغل نفسه كتير قوي في العرضيات، يروح لمحمد الشيبي يديله درس في العرضيات. يعني خاصه محمد الشيبي حاجه يعني كواليتي عالي قوي قوي قوي. امبارح غلط في الكره اللي كانت اداها لنادي الفرج، كان منه هو الشبكه، ولكن محمد يعني بصراحة أهدرها نادي الفرج بغرابة. ولكن الشيبي بصراحة بيقدم مستوى في حتة تانية خالص. فانا بقول محمد هاني لازم يشوف الكلام ده، يعني لازم يتعلم الف ب عرضيات يا محمد هاني. فاحنا بصراحه تعبنا كتير قوي من محمد هاني في النقطه دي. وامبارح يعني بيراميدز خلص الماتش في الدقيقه 82 او 83، ما كانش فيه اي خطوره اصلا لبيراميدز. لعيبه الاسماعيلي كلهم 3 4 لعيبه جريوا كلهم على القايم الاولاني وسابوا لاعب بيراميدز حطها لوحده خلاص. هو يعني بيتمطع لوحده في السكس يارد ده وبيحطها، ما حدش بيقول له سلام عليكم، ما حدش يعني ما حدش حتى ماسكه من التيشيرت او الهوا بتاعه حتى عطله او عطل عنه الرؤيه. حطها بمنتهى السهوله جدا جدا جدا. اللاعب ده مش عايز اذكر اسمه اصلا لانه لاعب برضه مش محترم على الاطلاق. فاي لاعب مش محترم او اي حد مش محترم احنا اصلا مش عايزين نذكر اسمه اطلاقا يعني. ف امبارح كسب بيراميدز 1-0. وكان في حالتين طرد. الاول بلال توريه اتطرد، ويوريتيتش طبعا اتطرد هو كمان. وبرضه بعض حد من الجهاز برضه انطرد امبارح في الماتش. فكانت في حفلة انذارات كروت حمراء امبارح. ولاعب الاسماعيلي طبعا يعني استكتر ان هم يكملوا او يدوسوا على بيراميدز ان هم ممكن يتعادلوا او اي حاجه. فعمل فاول امبارح مع مصطفى فتحي وخد الكارت التاني وخد الكارت الاحمر وطلع. فده كان ملخص ماتش امبارح بيراميدز يعني. قائمة الأهلي النهاردة: ياسر إبراهيم زي ما قلنا كان بيخضع للفحوصات الطبية وتأكد غيابه عن القائمة النهاردة. إن شاء الله بإذن الله القائمة النهاردة خرج منها ياسر إبراهيم، وخرج منها برضو العش، ودخل بيكهام، ودخل حسين الشحات تاني للقائمة من جديد. حسين الشحات دخل القائمة. أنا بصراحة يعني أرشح لو جينا نتكلم على التشكيل النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله بإذن الله، أنا أقول إن مصطفى شوبير في حراسة المرمى. قدامه على اليمين داري، على شماله ياسين مرعي. في الباك اليمين انا يعني كريم فؤاد او حسين الشحات، حد منهم الاثنين يلعب. ولكن انا اشوف كريم فؤاد عنده توازن اكتر في الدفاع والهجوم. على الشمال شكري. قدام منه ديانج في 6، يعني دبابة في نص الملعب ده. انت مش محتاج اصلا يعني تدافع بكثافة، انت محتاج واحد او اتنين يبقوا واقفين، الاتنين مدافعين ومعاهم قدام منهم اليو ديانج وكله طاير. واحد من الباكات واقف مستني وكله طاير. بعد كده محمد علي بن رمضان قدامه على يمينه، على شماله تريزيجيه، قدام على الشمال بن شرقي، على اليمين احمد سيد زيزو. وفي الهجوم اشوف محمد شريف او جراد شور ايا كان فيهم، يعني ما فيش مشكله بالنسبه لي. لكن اشوف محمد شريف بس، يعني الناس تموله في الهجمات ان شاء الله باذن الله ويدوا له كرات. محمد شريف من لمسه واحده ولعيب خطير بصراحه في ال 18 يقدر يخلص اجوان يعني. فاشوف ان ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله. النهارده حكم ساحه محمود معروف، ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. محمد معروف ان شاء الله باذن الله حكم للساحه.
فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله على معروف ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب النهارده ونفرح كلنا ان شاء الله باذن الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. لايك وشير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.